هل الرغبة بتموت بعد الجواز ولا ممكن الشغف يفضل مولع سنين؟ أسرار علمية من قلب المجتمع العربي. من الآخر، يا ترى ليه في أول الجواز كل حاجة بتبقى نار؟ الشوق واللهفة، نظرة واحدة تخلي القلب يدق. وليه بعد سنين ناس كتير تقول الموضوع بقى عادي، الرغبة قلت، ما بقاش فيه نفس الحماس؟ هل ده طبيعي؟ هل الرغبة لازم تموت بعد الجواز؟ ولا احنا اللي بنقتلها من غير ما ناخد بالنا؟ هل فعلا الروتين هو العدو؟ ولا الضغوط؟ ولا ممكن يكون في أسباب هرمونية ومخية أعمق بكتير؟ واحنا من منظورنا العربي اتربينا على ايه؟ اتعلمنا نتكلم عن الرغبة؟ ولا اتعلمنا نخبيها ونتكسف منها؟ النهاردة هنجاوب على أهم الأسئلة تخص أي زوجين عاوزين يحافظوا عن الرغبة والحياة الزوجية الصحية سنين. هل طبيعي إن الرغبة الجنسية بتقل بعد الجواز؟ الإجابة المختصرة بس مش لازم تختفي. علميا في حاجة اسمها تأثير التعود العصبي. في بداية أي علاقة المخ بيفرز كمية كبيرة جدا من مادة الدوبامين، ده هرمون المكافأة، هرمون الحماس. كل حاجة جديدة، اللمسة جديدة، القرب جديد، الاكتشاف جديد، فالمخ بيعتبر ان العلاقة هنا مغامرة. بعد فترة بقى المخ يتعود، مستقبلات الدوبامين بتقل حساسيتها شوية، فالأثارة ما بتكونش بنفس الانفجار زي الأول. لكن ده مش معناته ان الرغبة ماتت، ده معناته ان نوع الرغبة اتغير. في البداية الرغبة كانت واقفة كده على الاكتشاف، بعد كده الرغبة بتتحول إلى الأمان والارتباط العاطفي. المشكلة إن ناس كتير بتفتكر إن لازم الإحساس اللي كنا حاسينه أول سنة يفضل على طول ويفضل بنفس الشكل، لكن العلم أكد وبيقول إن الشكل بيتغير، العمق ممكن يزيد. هل فعلا الروتين هو العدو الأكبر للرغبة؟ الروتين مش عدو، لكن ممكن يكون قاتل بطيء. بيحب عنصر المفاجأة. لما كل حاجة تبقى متوقعة، نفس الوقت، نفس الأسلوب، نفس السيناريو، المخ يقلل الاستجابات. الدراسات بقى أثبتت إن دخول عنصر جديد بسيط، حتى لو مجرد تغيير مكان، تغيير توقيت، أو حتى تغيير في الحوار العاطفي، بيعيد نشاط المراكز دي في المخ، مراكز المكافأة. المشكلة إن في مجتمعنا العربي إن إحنا بنربط الرغبة بالحياء الزايد، فنخاف نجدد، نخاف نتكلم، نخاف نعبر عن احتياجاتنا. النتيجة صمت، روتين، وتباعد تدريجي. هل الضغوط اليومية فعلا بتأثر على الرغبة الجنسية؟ أكيد طبعا، تأثير هرموني مباشر. الضغط النفسي بيرفع هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر. الكورتيزول ده لما يعلى بيقلل هرمونات الجنسية فبتقل إفرازها. عند الراجل بيقل هرمون التستوستيرون، وعند الست بيأثر على استجابة الإثارة. يعني لما الراجل يرجع مرهق من الشغل والزوجة مضغوطة بين البيت والعيال، الجسم حرفيا في وضع بقاء مش وضع استمتاع. المخ شايف ان الأولوية للنجاة مش المتعة. عشان كده تحسين جودة الحياة، النوم الكفاية، وتقليل التوتر مش الرفاهية، ده جزء أساسي من الصحة الجنسية. هل الرغبة عند الراجل بتشتغل بنفس الطريقة زي الستات؟ لا خالص. عند أغلب الرجالة الرغبة تلقائية أكتر، يعني ممكن تيجي فجأة وبدون أي محفز عاطفي. أما عند أغلب الستات الرغبة غالبا استجابة، يعني تيجي بعد القرب، الاحتواء، الأمان، الكلام الحلو. في مجتمعنا إن إحنا ساعات بنقيس الاتنين بنفس المقياس. الراجل يقول لنفسه ليه مراتي ما عندهاش نفس الرغبة، والست تقول هو ليه دايما عاوز. الحقيقة بقى إن الاختلاف ده بيولوجي بحت، فلما نفهمه صح الصدمة تقل. طب هل التقدم في السن بيقلل الشغف والرغبة تماما؟ مش بالضرورة خالص. مع تقدم العمر مستوى التستوستيرون عند الراجل بيقل تدريجيا، والست بعد سن اليأس بيحصل تغير كبير في مستوى هرمون الأستروجين. لكن في المقابل بقى بيزيد الفهم والنضج، بيتحسن التواصل. دراسات كتير بتوضح إن الرضا الجنسي بين الناس الكبار بيكون أعلى بكتير لأنهم اتعلموا يتكلموا مع بعض. المشكلة مش في السن، المشكلة في الإهمال. يعني غياب الحوار بيقتل الرغبة؟ ببطء، لكن الرغبة مش مجرد تلامس جسدي، ده انعكاس لقرب عاطفي. لما يحصل تراكم زعل، انتقادات، سخرية، أو تجاهل،
المخ يبدأ يربط الشريك بمشاعر سلبية، والرغبة محتاجة أمان نفسي قوي جدا. لو الأمان اختفى الرغبة تضعف. هل المقارنات بتأثر على الحياة الزوجية؟ في عصر السوشيال ميديا اللي احنا عايشين فيه، المقارنات دي كارثة. مقارنات شكل جسم، مقارنات الأداء، مقارنات الحياة المثالية اللي بنشوفها قدامنا طول الوقت. المخ لما يتعرض باستمرار لمثيرات جديدة كده يحصل برود حسي كده جواه، فالعلاقة الطبيعية تبان عادية وممكن كمان أقل من عادية. الحل بقى تقليل للتعرض للمقارنات اللي غير واقعية، التركيز في الشريك الحقيقي مش الصور المثالية. هل الأكل والرياضة ليهم دور فعلا في الرغبة الجنسية؟ طبعا دور كبير جدا. السمنة مثلا مرتبطة ارتباط مباشر بانخفاض التستوستيرون في الراجل، مرتبطة كمان بضعف في الدورة الدموية، مرتبطة بمقاومة الأنسولين. كل ده يأثر على الأداء وعلى الرغبة. الرياضة بتحسن إفراز التستوستيرون، بتحسن تدفق الدم، تحسن المزاج من الاندورفينز. يعني نمط الحياة الصحي مش مجرد شكل، ده استثمار في علاقتك. طب هل الرغبة ممكن ترجع بعد ما اختفت؟ ممكن، بس محتاجة وعي وجهد. أول حاجة تحديد السبب، هل هو نفسي؟ هل هو هرموني؟ مشاكل في التواصل؟ كل ده لازم يتحدد. تاني خطوة إعادة بناء القرب العاطفي، مواعيد مشتركة، كلام صريح بدون أي لوم، لمسات غير مرتبطة بتوقع مباشر. الرغبة أحيانا ترجع تدريجيا مش فجأة، لكن بترجع. هل الشغف ممكن يستمر سنين طويلة؟ طبعا، لو فهمنا أن الشغف ده بيتغير شكله، مش هيبقى بنفس اللهفة زي أول شهر، لكن ممكن بقى يبقى أعمق، أهدى وأقوى. الشغف ده مش صدفة، ده نتيجة تواصل، احترام، عناية بالصحة، تجديد وفهم الاختلافات. الجواز مش نهاية الرغبة، هي بداية مرحلة جديدة منها. الخلاصة يا جماعة، خليني أسألك سؤال، هل فعلا الرغبة بتموت؟ ولا احنا اللي بنسيبها من غير ما نغذيها؟ العلاقة زي أي عضلة في جسمك، لو استخدمتها صح تكبر، لو أهملتها تضعف. ما تستناش المشاكل تكبر، اتكلم، افهم، جدد، اهتم بصحتك. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده، هل الرغبة بتموت بعد الجواز؟ ولا ممكن الشغف يفضل مولع سنين؟ أسرار علمية من قلب المجتمع العربي، من الآخر.